السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هعمل العناب معاكم بطريقة مركزة جدا ويكون معاكي بكمية وفيرة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول ونشوف هنعمل ايه، بس فضلا تدعموني بلايك وشير. عندي حلة احط فيها كوباية من السكر، عليها 5 كوبايات من المية وارفعهم على النار. ممكن تضعفي كمية السكر لكن ما تضعفيش كمية المية. انا عاملة كده عشان مش عايزاه مسكر. ولما السكر يدوب والمية تغلي ببدأ ان انا اضيف عليهم عناب يكون مغسول، اي كمية متوفرة. انا استعملت ما يعادل كوباية كده كبيرة، وهقلبهم كويس عليهم النار واسيبهم على النار لغاية ربع ساعة على نار هادية جدا. بعد كده القوام بتاع العناب بيبدأ يتقل وبياخد اللون اللي حضراتكم شايفينه دوت. لما يوصل للمرحلة دي هقفل عليه النار واسيبه يبرد. بعدين هجيب بولة فاضية واحط عليها مصفى وابدأ ان انا اصفي فيها العناب اللي معايا. هوريكوا لون العناب قد ايه هو مركز جدا وشايفينه تقيل ازاي. بيتصب معايا تقيل جدا. هحطه بقى في ازازة اللي انا اصلا هحفظه فيها. الكمية دول مركزين، يعني نقدر ان احنا بعد كده بقى ان احنا نزود عليه مية عشان ما يكونش مركز قوي كده. شايفين لونه عامل ازاي وتقيل مش خفيف. بعد كده بقى هجيب كوباية واحط فيها تلج. نقدر ان احنا نعمله لو في عندنا ضيوف مستعجلين وعايزين نعمل تحلية نعمله على طول، ما بياخدش معانا وقت وبكمية وفيرة جدا. اللهم بارك. هجيب كوباية واحط فيها تلج، وبعد كده انا حطيت نصها، هحط بقى النص التاني مية. وطبعا هو يعني متحلي فمش هحتاج ان انا احط ليه سكر. وده شكله برضو بعد ما زودت نص كوباية من المية لسه القوام تقيل، يعني الكمية دي هتعمل لنا كمية كويسة جدا. انا كده خلصت فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو كالعادة متنسونيش في لايك وشير. لو وصلت لحد هنا شكرا ليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. دمتم سالمين.